السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. النهاردة بقى هعمل معاكم الكشري المصري، أول مرة أعمله على القناة. أنا بعمله بطريقة سهلة كده، وبعمل كمية قليلة على قدي. طبعا الكمية دي زي ما انتوا عايزين. أول حاجة عملتها بس عشان ما نستغلش حلل كتير، لأن الكشري زي المحشي بيضايق ناس كتير في موضوع الحلل والكلام ده. فأنا أول حاجة عملتها جبت نوع المكرونة اللي هي هحتاجها يعني في الكشري. طبعا نوع المكرونة زي ما انت عايزة، بس هو طبعا الشهير بيه يعني اللي هي المكرونة الطويلة والمكرونة الصغيرة. فانا عندي نوع المكرونة ده اهو مع الاسباجيتي. حطيت اهو، طبعا انا زي ما قلت لكم مش عامله كميه كبيره، يعني دول حوالي قول نص كيلو مكرونه. حطيت الميه تغلي على النار وحطيت لها شويه ملح ابيض. بحط الزيت بعد ما بشطف المكرونه عشان تبقى مفلفله كده وتبقى الواحده بوحدتها. دلوقتي اول خطوه هعملها هي سلق المكرونه. حبايبي المكرونه خلاص استوت اهي وشطفتها، وحطيت عليها نقطه زيت زي ما قلت لكم عشان تبقى مفلفله وحلوه كده. انا مش عامله كميه مش كتير زي ما قلت لكم حبايبي، يعني دي تكفي معانا يومين فضل ونعمه مع الرز مع كده. حلو اهو. دلوقتي بقى خلاص الحله اللي سلقنا فيها المكرونه هي اللي هنعمل فيها الرز. تابعوا معايا. دلوقتي هعمل الرز بالعدس. جبت حله اهو اللي سلقت فيها المكرونه. بحب اعمل الرز بالعدس بتاع الكشري ببصلايه، فبحط بصلايه في الزيت اهي. دي بصلايه متوسطه، انا مش عامله كتير زي ما قلت لكم حبايبي، يعني هعمل كوبايه رز وازيد من نص كوبايه كده عدس. عايزه تعمليه بشعريه اعمليه، انا ما بعملهوش بشعريه. طبعا بره بيعملوه بشعريه بس تبقى شعريه طويله كده غير اللي احنا بنستخدمها في البيت، بتتباع برضه عند العطار. بس انا ما بعملوش بشعريه، انا بعمل الرز بالعدس بالبصله كده، بيكون طعمه تحفه وبيبقى شارب من ريحه العدس كده، بيبقى جميل. عايزه طبعا تعمليه رز بشعريه عادي تعمليه، واعملي البصله مثلا في العدس او اسلقي العدس لوحده، بس ده بيبقى طعمه احلى، اللي هي البصلايه مع العدس مع الرز. هنسيب البصلايه مش هخليها تتحمر، هخليها تدبل بس اهو، تدبل بس كده البصلايه. هروح اغسل العدس بتاعي اهو يا حبايبي، وبعمل له برده حمص، بحب الحمص جنبه. بعمل له حمص، بس هنزل لكم الطريقه بتاعه الحمص لوحديها عشان نضحك بقى على اليوتيوب ويبقى عندنا فيديوهات كتير وكده يعني. تدبل بقى البصلايه واوريكم هعمل ايه. حبايبي البصلايه دبلت خلاص، نزلت عليها بكوبايه العدس او كوبايه اللي حابه يعني. طبعا الكميه زي ما انت عايزه، يعني الكميه دي بايدك انت وحسب عدد الافراد اللي عندي اهو. انا عاملاه والله، مش عارفه محمد واحمد بقى هياكلوا ياكلوه ولا لا، هما بيحبوا بتاع بره بيعرفوا بتاع بره عن بتاع البيت. لو ان ده والله يعني انضف واحسن طبعا من بتاع بره بكتير اهو. حطيت عليها مكعب مرق، وحطيت شويه كمون كويسين كده، معلقه صغيره مثلا، ونص معلقه فلفل اسود. كل ده انا ببهر عشان خاطر الرز. مش هحط ملح دلوقتي الا لما احط الرز الاول واشوف تمليحته هتبقى عامله ازاي. هغسل كوبايه الرز وارجع لكم. غسلت الرز ونزلت بيه اهو، شوحه كده مع العدس والتوابل اللي احنا حطيناها، ملح وكمون ومكعب مرق، بس مكعب المرق بيديه طعم جميل قوي اهو. طبعا العدس هياخد نفس سوى الرز. عايزه تحطي ميه وتخلي العدس ياخد غلوه الاول وبعد كده تنزلي بالرز براحتك، بس هو الاتنين بياخدوا نفس السوى اهو. ياخدوا بس من طعم بعض كده ومن ريحه التوابل اهو. اتاكد بس ان المكعب المرق ده كويس. انا حطيت شويه ملح بس برضو الملح بتاعي هظبطه. دلوقتي هنزل عليه بالميه اهو. يفضل برضو انك تحطي ميه للرز تكون سخنه، بس انا ما سخنتش، يشتغل بالبركه والحمد لله الحاجه بتطلع كويسه اهو يا حبايبي. هزود بس سنه ميه. البصلايه مع العدس بتدي ريحه جميله قوي وطعم حلو قوي اهو. بس هظبط ملح وهخليه يغلي، وهوطي عليه النار واسيبه يستوي براحته على ما اعمل الصلصه اهو يا حبايبي. وهظبط الملح زي ما قلنا. انا بقى يا حبايب قلبي بعمل الصلصه بتاعه الكشري. انا ما بعملوش تقليه الصراحه، ما يعني انا ولا جوزي ما بنحبش اللي هي البصله اللي بتبقى على الكشري من فوق اسمها تقليه. عايزين تعملوا بقى اعملوا، انا وريت لكم كده الطريقه سهله طبعا اكيد كلكم عارفين، بس في ناس ما بتعملوش كتير في البيت زي حالاتي كده
فانا بعمله بمكونات بسيطه وطعمها حلو شغاله يعني. ادي الرز اهو انا مغطيه عليه سايباه يستوي براحته. الحمص على النار اهو برضه بيستوي. هنا التومه بس تصفر معايا مش تحمر قوي، تاخد بس لون كده، وانزل عليها بالطماطم. الطماطم بتاعتنا حطيت عليها سنه شطه. انا ما بحبش الشطه عشان الاكل القليل يعني وكده، بس انا حطيت عليها سنه شطه. الطماطم يا حبايبي حطيت عليها شطه زي ما قلت لكم، وشويه بابريكا عشان تديها اللون الاحمر الحلو ده، لان الطماطم بتاعت اليومين دول مش حمرا قوي. التومه عندي اتشوحت اهي، انا ما بحبش احمرها قوي عشان ما تعملش حرقانه على الصدر. اهي هتتشوح بس. صلصه الكشري يفضل انها تتعمل بتوم. طبعا متهيألي في المحلات ما بيعملوهاش بتوم، بيعملوها ببصل وبناكله زي الفل، بس التومه بتديها ريحه جميله. في حاجات كده التومه بتبقى حلوه فيها زي المسقعه والكشري. اهو يا حبايبي انا مش عامله صلصه كتير، عامله حوالي يعني تقريبا كده نص كيلو اهي. يعني طبعا انت كده كده هتحطي صلصه يعني حسب الطلب، مش اللي هو صلصه كتير يعني. اهي يا حبايبي مظبطاها، حاطه لها كل حاجه، حاطه لها ملح، حاطه لها سنه سكر عشان حرقان الطماطم، حاطه لها بابريكا، سنه فلفل اسود علشان ما تغمقهاش، وسنه طبعا كمون، ومكعب مرق. خليكم معايا بقى لحد ما نخلص خالص ونرجع نوريكم شكل الاكل عشان خاطر ما نطولش عليكم اكتر من كده. حبايبي بقى الكشري خلاص خلص، بس ما حدش راضي يتغدى دلوقتي. انا عملت بدري الصراحه، فقلت اغرف لنفسي بقى. انا بحب الرز بالعدس اكتر من المكرونه. حطيت لنفسي كده زي معلقه مكرونه ورز وعدس وصلصه. وبحب الحمص ما بشربوش لوحده، بحطه كده على الكشري، وبحط شويه دقه من بتاع الحمص، بتبقى تحفه. وكده يا حبايبي نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تحطوا لنا لايك وتعليق حلو منكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.